وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بتنال اعجاب حضراتكم. معلش يا جماعه، ما تنسوناش في اللايك والشير، ما تنسوناش في الكومنتات، عشان الكلام ده بيدعم جدا انتشار الفيديو، بيخلي الفيديو يوصل لناس ممكن تكون محتاجه للفيديو البسيط ده بالنسبه لحضرتك. النهارده معانا غساله وايت بوينت فيها مشكله بسيطه خالص. طبعا يعني انا اسف بس لازم نقول ان ده عيب استخدام. ان احنا بنضغط على الزرار ده ضغطه جامده بصبعنا لغايه ما احنا خلينا الزرار نفسه الاداء بتاعه خلاص انتهى، مفيش التكه مش موجوده. لو احنا بصينا هنا سامعين التكه بتاعت الزرار، تكه واضحه. نيجي هنا مفيش خالص، مفيش اي حاجه، الزرار نفسه بيتحرك على الفاضي. يا ريت يا جماعه ان احنا نتلاشى العيوب دي بالاستخدام الصح. انا بعرف ان الزرار ده مجرد ضغطه بسيطه، هو بريسايه صغيره خالص، فما تستدعيش ان نضغط جامد وعافر. ضغطت ضغطه واحده والغساله ما اشتغلتش، يبقى اكيد في حاجه غلط، في حاجه هي اللي ادت ان الغساله ما اشتغلتش. هنفك دلوقتي ونشوف مع بعض، ونشوف ازاي هنتصرف في العطل ده وازاي طريقه الاصلاح الصحيحه. هنفك المسمارين دول، هنرفع الكفر العلوي بتاع الغساله، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بعد ما فكينا المسمارين خبطه بسيطه خالص على الجنب اليمين والشمال لغايه ما الكفر يرجع معانا لورا. هنبتدي نبص مع بعض على البورده، المكان الزرار اللي هو بتاع التشغيل هنا. البورده دي بتدخلها ازاي يا جماعه؟ زي ما احنا شايفين الكليبسات، ينفع ان احنا نسيب الكليبسات راكبه زي ما هي ما نخلعهاش دلوقتي، لكن هنلاقي ان فيه الصوابع البلاستيك دي بنرفع الصباع البلاستيك ده تكه واحده لفوق عشان نطلع البورده بتاعتنا من تحتيه. نخلي بالنا يا جماعه عشان دايما الخامات دي للاسف خامات بلاستيك ناشف شويه، فبيبقى يكسر بسهوله جدا. نكون حريصين جدا واحنا شغالين، يعني باللغه العاميه كده ما نتعفاش على حاجه واحنا شغالين، نبقى مدركين ان احنا بنشتغل في بلاستيك. هنرفع كده بصباعنا الصغير كده ونمشي على اللي بعده وعلى اللي بعده لغايه ما نتاكد ان البورده بدات تخلع من فوق الكليبس، وبعدين نبتدي نطلع البورده مع بعض واحده واحده. وهنبتدي نشد البورده بتاعتنا كده بالراحه خالص، ونبتدي نحاول نكتشف ايه العطل اللي كان موجود. لو احنا بصينا هنا كده، نركز هنا، ده الزرار الخاص بالتشغيل، ده اللي كانت فيه المشكله. لو دوسنا التكه كده، التكه دي كويسه، يعني انا شايف ما فيهاش اي مشكله، زيها زي اي زرار جنبها عادي خالص، الحمد لله. يبقى السويتش ده نفسه ما فيهوش مشكله. طيب هنبتدي نشوف ايه الاداة اللي بنضغط بيها على السويتش نفسه. لو بصينا هنا كده، هنزل دي لتحت عشان التصوير يكون واضح مع حضراتكم. هنبص يا جماعه هنا، المفروض ده الزرار بتاع التشغيل، ادي الزرار اللي بحركه من بره اهو، اللي هو ده يا جماعه، ده الزرار الخاص بالتشغيل. لو بصينا تحتيه على طول هنلاقي فيه الجزء المكسور دون، انا بطلعه اهو كده، يا ريت يكون واضح في التصوير قدام حضراتكم. ادي الجزء ده اللي انا سايبه على التقل بتاع الغسالة، هو عشان لونه شفاف فمش واضح مع الاسمنت دي. المفروض الجزء ده بيبقى راكب كده مع الزرار نفسه. همزة الوصل اللي بين الزرار وبين البوردة هي اللي فيها المشكلة، هي اللي فيها الكسر. طب دي هنشوف علاجها ايه مع بعض دلوقتي. بنطلع الاسلاك دي من الجزء الخاص بيها هنا، نفتح فتحة بسيطة برضو. ارجع اكرر يا جماعه، نكون حريصين واحنا شغالين في الاجزاء البلاستيكيه، مش عايزين واحنا بنصلح حاجه نكسر حاجه في المقابل ليها. لو احنا بصينا هنا، ادي البروز دون، ادي 1 2 3 4، بنضغط ضغطه بسيطه وبنرفع الشفه دي رفعه بسيطه، يعني نضغط ضغطه لتحت مع شده لفوق كده بالمنظر ده، بنمشي واحده واحده لغايه ما نضمن ان الجزء ده بدا يطلع معانا بشكل صحي. بايدينا يا جماعه، يا ريت ما نعملش الكلام ده بنفك. زي ما قلنا يا جماعه بحرص، احنا بنضغط ضغطه بايدينا، ضغطه بسيطه لتحت، وبنرفع الشفه دي لفوق رفعه بسيطه لفوق، هيطلع معانا الجزء الشفاف دون. نحاول كده نطلعه، ادي بقى الجزء معانا بره، ونبتدي نكتشف ونشوف الجزء اللي كان مكسور ده كان مكسور منين، والطريقه الصحيحه لتثبيته ايه. طب في ناس هتسال هتقول ليه ما ثبتناش الكلام ده والجزء اللي راكب في الغساله نفسه؟ اول حاجه، لو احنا حطينا اي ماده لاصقه الناحيه دي، سهل جدا انها تلزق الزرار في البورده دي نفسها، في القطعه دي نفسها، سهل جدا ان تنزل منها نقطه لزق تلزق الجسم الشفاف ده كله في الجسم بتاع الغساله. فاحنا بغينا عن الكلام ده، طالما حاجه يعني اذا كان خروج الحاجه من الغساله بسهوله من غير فك وربط، يفضل ان احنا نطلع الحاجه ونشتغل فيها بمزاج بره.
بنيجي هنا في الزرار دون بنضغط ضغطه بسيطه كده برضو، ونفتكر يا جماعه الكلمه الشهيره احنا شغالين في بلاستيك فنكون حريصين جدا. طلعنا الزرار ده عشان نشتغل براحتنا خالص. هنقلب البورده كده، ده المفروض وضعه هيبقى هنا كده. نجيب اي نوع يكون لازق كويس عندنا، امير او وات ايفر اللي هنختاره، مش هتفرق المسميات. لزقنا الجزء اللي كان مكسور وركبنا الزرار تاني، وهنبتدي نعيد التركيب. هنخلي بالنا عشان هقول حته فنيه على تركيب المؤشر الخاص بالبرنامج دوت في الاجزاء البلاستيكيه كده. ركبت الاجزاء زي ما كانت بالظبط ثابته تماما. هنرجع الكابل مكانه زي ما كان. بصوا يا جماعه، لما نيجي نركب دي هي معموله بطريقه شرشره معينه بحيث انها ما ينفعش تركب غلط. امال حضرتك بتقول هتحذرنا من ايه او ايه الفكره اللي تقولها؟ لما نيجي نركب دي لقينا دي مش عايزه تركب، لازم احرك دي سنه بسنه كده، لفه بسيطه خالص لغايه ما الاقيها ركبت في الجزء المناسب ليها. فيفضل ان احنا بنفك نحاول ما نحركش دي لغايه ما نعيد عمليه التركيب تاني. هنرجع البورده مكانها. هنقول يا بسم الله ونوصل ونجرب. هنقول يا بسم الله ونجرب. بسم الله. من اول تكه يا جماعه اشتغلت وزي الفل. بنركب الوش بالطريقه الصح بتاعته، بنربط المسمارين اللي ورا. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجب الفيديو يا ريت تتكرم عليه ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا.